حضرتك انا مهندس مدني سني 31 سنة وبتعلم الماني عشان اسافر، تنصحني اطلع على ايه؟ وشكرا. بص، انت مناسب جدا وسنك مناسب جدا وتخصصك مناسب جدا. وان انت شاطر كمان بتتعلم الماني. بص يا سيدي، عندك كذا فرصة. اول فرصة ان انت طبعا لو خدت البي 1. لو انت يعني بي 1 سهل، مش هتاخد وقت فيه كتير، ممكن تاخد فيه 6 شهور 7 شهور، الله اعلم انت وامكانياتك، ممكن اقل ممكن اكتر. لو خدت بي 1 ففرصك ان انت تيجي على شغل على طول هنا، هو فرص 50 60%. تعمل ايه؟ هتدور على الانترنت في مجال شغلك في المانيا وتبتدي تبعت السي في بتاعك، بس طبعا لازم يكون معاك بي 1. وتجيب الشهادات بتاعتك، شهادة الهندسة المدنية، تختمها وتوثقها من السفارة الألمانية عشان تكون معتمدة هنا في ألمانيا. والأفضل كمان تجيب شهادة خبرة وأنت شغال في المكان اللي انت شغال فيه، تجيب شهاده خبره وتوثقه وتعتمده برضه، وتبعت لشركات غالبا هتقبل. طبعا مش هتزود فرصك ان انت تاخد بي 2. لو خدت بي 2 فرصك هتزيد ل 80% 90%. طب الافضل بقى من ده كله ايه؟ لو ما مشيتش بعدت هيجيلك احباط بعد اسبوع اسبوعين عشان الناس بتتسرع. عندك حاجه اسمها كارت الفرص. كارت الفرص ده هتيجي تحوش لك 6000 يورو على جنب، تبتدي بيهم من دلوقتي وانت بتتعلم الماني، تحوش 6000 يورو وتقدم على كارت سوق الفرص ده اللي هي فيزا بحث عن عمل. هتيجي هنا المانيا، واول ما هتيجي هنا هو وهتقبل. هم عاملين ليه الموضوع ده؟ عشان اغلب الشركات بتتعب يعني الموضوع بالنسبه لهم تعب ان هم يبعتوا الواحد لسه ويجيبوا المانيا والكلام ده. لكن انت لما تكون في المانيا فرصك في الشغل اكتر. فانت عندك 3 فرص ممتازه جدا. توكل على الله وربنا يوفقك ان شاء الله.